احنا جايين غزه عشان نعاكس بنات يا ابراهيم. بقى انا جامعكم من اخر الدنيا وبقالي 3 اشهر بدرب فيكم واعلم فيكم، وانت جاي تفضحني هنا؟ يا باشا عاكس مين؟ ما تظلمنيش، هو انا عارف اعاكس في البلد دي؟ طب اقول لك على حاجه، احنا كل البنات اللي كانوا قاعدين معانا من المقاومه. من المقاومه؟ اللي معاها آلي واللي معاها بندقيه واللي لابسه حزام ناسف. وانت كنت قاعد معاهم بتعمل ايه؟ بنتكلم في المقاومه. انت بتتكلم في المقاومه؟ انت فاكر احنا فين يا باشا؟ هي البلد دي فيها اي وسيله ترفيه؟ ده انا حتى ما تخيلتش بتاع عصير زي فرغالي نقف نشرب فخفخينه ولا حاجه. ده اخر انذار ليك يا ابراهيم، فاهم؟ حاضر يا باشا. حي على الصلاة. حي على حي على اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه، مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغلة بسيطة يا ناجي بيك. تفضلوا تفضلوا، صحة وهنا. اسمعوا هذه النكتة. 2 غزازوة، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له اسمك ايش؟ قال له عيد. ناولني الباميه يا تهامي من عندك والنبي. طب وهذه واحدة ثانية. اديني طبق البلح ده بسرعه. هات. ايه بتعملوا ايه؟ خف يا تهامي. ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد خد يا رايح شويه. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا. ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا مفيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل يا حسام، كل يا حبيبي. حاضر يا باشا. مالك يا حسام يا ابني؟
أوقات كتير أوي بننسى وبنحاول نعمل نفسنا إن إحنا ناسيين، لكن ممكن تيجي علينا لحظة بيخرج فيها كل اللي إحنا بنحاول ننساه وبنشوفه قدام عينينا. الناس اللي بتحكي عنهم يا حسام هدول هم اللي بيحبهم ربنا، والحمد لله إنك من الناس اللي ربنا بيحبهم. اللي ربنا بيحبه بيكرمه وبيستجيب دعاه. انت بس ادعي ادعي وربنا حيستجيب دعاك. قول يا حسام. نفسي أرجع أشم ريحته لما كان بيشيلني على كتافه وأنا عيل صغير. كان لما بيصحى من النوم يملى البيت كله بحسه، وكان قبل ما يجي يصحيني يلاقيني واقف قدامه بقلده في كل حركة بيعملها. كان لما بيضحك ضحكته بتهزني وتفرحني وتحسسني إن أنا ليا ظهر وسند. كنت دايما ببصله بإعجاب، شايفه أقوى وأحسن راجل في الدنيا. كنت بتمنظر قدام أصحابي بعد كل بطولة ياخدها في ألعاب القوى. كان وهو بيتمرن يا حاجة بيحطني على كتافه، بيعمل كل تدريباته وهو شايلني. كان يبص لي وأنا على كتافه ويقول لي أنت بقيت أطول مني يا دي يا حسام. وأنا على كتافه كنت بحس إن أنا ممكن أحط إيدي في السماء في عين الشمس. وطول ما أنا على كتافه كان يقول لي أنت عينيا وإيدي وسيبني أنا أبقى رجليك. آخر بطولة راحها غاب فيها أوي، ولما رجع دخل عليا وهو قاعد على كرسي. جات له إصابة في العمود الفقري واتشل. أنا آسف يا وحك. لا أبدا يا حبيبي، ولا يهمك. كمل. من يوميها ما بقتش ايديه وعينيه بس، بقيت رجليه كمان. ونفسي ومنى عيني يجي اليوم اللي اشوفه واقف تاني على رجله وارجع تاني اقعد على كتافه وامد ايديا لفوق. من اليوم ده ابويا بقى عامل زي خير الحكومه، لا اتحاد سائل فيه ولا عاد حد فاكره. عشان كده انا نفسي اعمل اي حاجه في الدنيا الم بيها فلوس كتير قوي، اعمله العمليه ويرجع تاني يقف على رجله. يا بخته العبد اللي ربنا يرزقه بولد مثلك، أكيد بيحبه كتير زي ما أنت بتحبه ويمكن أكتر. الحديد علينا، والنبالسة قالوا الحجارة علينا، والخلالة قالوا الإسمنت علينا. بعد أسبوع وقع هالجسر فوق دماغ الناس. قالوا الخلايلة يا خسارة راحوا الإسمنتات، والنبالسة قالوا يا خسارة راحت الحجارة. الغزازوة قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا. انا تهت. وانا كمان. طب اضحك. أهلا وسهلا. اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض.
انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا حامد، تعال سلم على عمك ناجي بيك عطله واخواتك من مصر. اهلا بالعم ناجي. حامد ابني نقيب في حماس. ونعم الناس، انتوا اللي نضلتوا وصمدتوا ووقفتوا قدام الجيش الاسرائيلي وعلمتوهم الادب. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. نجيب ابني الوسطاني أمين سر الشبيبة في غزة من فتح. ونعم الناس، انتوا تاريخ النضال الفلسطيني، انتوا اللي اطلقتوا اول رصاصه ورميتوا اول حجر. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. ياسر ابني الصغير آخر العنقود. وده مع دول ولا مع دول؟ لا، هذا مع المورستان، هذا بحاله. سنة كام يا ياسر؟ رابعة كمبيوتر. ونعم الناس. انا عاد الي دماغ لحالي غير اخويا حامد واخويا نجيب. انا شخصيا شايف انه ما فيش فايده، عشان هيك كل اسبوع زمن وبخلص الجامعه واهج بعيد عن هان. انا بقى بحب الدماغ دي قوي، اصل انا زيك كده غاوي هججان. وناوي تروح فين؟ امريكا؟ اعوذ بالله. ايه في ايه؟ لا يا عم، انا مرتب حالي على السويد، هم الخواجات صح في اوروبا. ده انت تلاقيك مربط مع مزه هناك يا عم. هي هيك صار لنا 4 سنين متقابل على الشات، قمر بتقول للقمر قوم لقعد مطرحك. ايش يا باشمهندس؟ ليش قاعد بعيد هيك؟ احنا ما بنحكيش في السياسه يا زلمه. لا اصل انا امي وحشتني قوي بس. هيك طب ما تحاكيها. هو ممكن؟ خد بس دير بالك احسن بيقطع على طول. انتوا ما عندكوش ديسكو في غزه؟ طيب. ايه يا بابا، وانت وحشني اكتر يا حبيبي، طمني على صحتك. يا سيدي انا كويس الحمد لله، المهم انت خلي بالك من نفسك. لا بقول لك ايه، مش وقت الكلام ده، انا اصلا مش هينفع اطول في المكالمه، بس انا هحاول اكلمك قريب ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ابو كباتر. ايوه كده، لا اله الا الله. والله يا اخ حامد اللي انتوا بتعملوه ده ربنا هيكافئكم عنه ويجازيكم خير ان شاء الله. عشان كده الشعب اختاركم. ومهما كانوا الصهاينة عندهم سلاح، ومهما كانت امريكا بتساعدهم دولة الفجور والضلال والفسق، قادر ربنا ينصركم على القوم الكافرين. يقول تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، انما انت ما قلتليش ايش جايين تسووا هان؟ ده سؤال لا أستطيع الإجابة عنه يا أخ حامد، اعذرني، لكن تأكد إننا بصدد مهمة كبيرة جدا. ادعي لنا يا أخ حامد ربنا ينصرنا، ادعي لنا. شباب لو بدكم اي شيء، ها اي شيء قولوا لي، ما تخجلوا، انتوا اخواتي. ها ربنا يحفظك يا ابن الاصول. يعني لو سمحت يا نجيب، ممكن اطلب منك طلب؟ انت تؤمر يا تهامي. كنت عايز تليفونك اطمن على خطيبتي في مصر. بس هيك؟ تكرم عيونك. بس هيك اطلبها. شكرا. لما حماس مسكت السلطة بعد الانتخابات طلبوا من فتح انهم يسلموا سلاحهم. ما هو ده المفروض برضه يا ابو طارق، اصل هم دلوقتي السلطه التشريعيه عشان المسائل ما تبقاش فوضى. منيح. ابني نجيب ما رضيش يسلم سلاحه، قام ابني حامد وقف له. الولاد كانوا حيقعوا ببعض يا ناجي بيك. الله، ودي شغلانه ايه دي؟ وانت كان رايك ايه؟ ما فيش حدا بيسلم سلاحه
البلد معرض للضرب كل يوم يا ناجي بيك. احنا قبل ما نفتش بعض لازم نشوف الصهاينة ايش بيسووا. احنا واقفين البعض وسايبين عدونا يمرح بكيفه. وانت شايف اخرتها ايه يا ابو طارق؟ هينا عايشين لبين ما نشوف اخرتها، ولا عمرينها ما تبين. يا ناجي بيك، نحن سوينا اللي قدرنا عليه، والدور دلوقت للشباب. الحقيقه شكلهم ما يطمنش ابدا يا ابو طارق. ايش اخر اخبار النكت في مصر؟ لا احنا عايزين بقى نسمع نكت غزاويه، اصل عندنا ازمه نكت كبيره في مصر. قول لنا انت واحده يا ياسر. طب اسمعوا، في 2 محششين من غزه، واحد بيقول للتاني ايش رايك احنا الاثنين نصير فنانين؟ قال له كيف؟ قال له بسيطه، قال له انت بتصير فنان تشكيلي وانا بصير فنان اشكيلك. هلا يعني كشكيشي اخر. طيب. طب اسمع دي. غزاوي راح يحج، قام شاف الناس بيرجموا ابليس بالاحجاره، جاب عجل سياره وولع فيه. وزارات والاعتراضات والحاجات دي. اخرب عقلك يا ياسر، ده انت مصيبه. ياسر دماغه مقلوبة، هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكت. طب اسمع هادي. قررت الغزازوه والنبالسه والخلايله يبنوا جسر بين هالمدن الثلاثه. الغزازوه قالوا الحديد علينا، والنبالسه قالوا الحجاره علينا، والخلايله قالوا الاسمنت علينا. بعد اسبوع وقع هالجسر فوق دماغ الناس. قالوا الخلايله يا خساره راحوا الاسمنتات، والنبالسه قالوا يا خساره راحت الحجاره. الغزازوه قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا. انا تهت. وانا كمان. طب اضحك. عشان الحديد. لا اسمع هذه يا ناجي بيك. اعلنوا منع التجول في غزه، قام طلعوا اهل غزه عشان يشوفوا ايش القصه. تضحكوش ليه؟ انا هموت في الضحك. قول لي يا ابو طارق، هو انتوا قرايب الصعايده؟ اي نعم، احنا اولاد عم الصعايده، يعني لو ما كانش فينا عرق صعيدي كنا صمدنا كل هالصمود يا ناجي بيك. ايه ده مش نكته.